الراجل ده عمل حفلة مع الموظفين جوه المحل نفسه. المدير كان تايه خالص في الرقص. في اللحظة دي رئيس مجلس الإدارة كان مقترح يبيعوا شمع عربيات يخلي العربية يطلع لها شعر. راح سأل كل مدير قسم رأيه. كلهم كانوا شايفين الفكرة هبلة جدا، بس محدش كان عنده الجرأة يقول الحقيقة. واحد فيهم حتى عمل نفسه مبسوط بالفكرة وقام يمدح في رئيس مجلس الإدارة ويقول عليه مبتكر وخلاق. على طول الباقيين ابتدوا يوافقوه. المدير اللي كان قاعد قصادهم ما قدرش يستحمل أكتر، فواجههم وقال بصراحة إن المنتج ده تافه وسخيف جدا. المفاجأة إن رئيس مجلس الإدارة اتبسط جدا من صراحته وقال إنه كان بيختبر موظفينه بس. المدير اللي اتشكر اتبسط جدا، بس في اللحظة اللي بعدها على طول السكرتيرة دخلت وقالت إن المنافسين نزلوا فعلا شمع عربيات بيطلع شعر، والمنتج كان بيبيع نار، وسعر أسهم شركتهم طار لفوق. على طول رئيس مجلس الإدارة قلب على المدير اللي صرح بالحقيقة ونزل رتبته وبعته يشتغل في سوبر ماركت تشينلي وور. ابن حفيد رئيس مجلس الإدارة جه يفتش على السوبر ماركت. وايلدمان شاف عربيته الفخمة فراح عرض عليه يلمعها له. الولد اكتشف إن عربيته كلها متغطية بشعر ناعم زي الكوفية بتاعته. وايلدمان قال له إنه استعمل شمع العربيات اللي بيطلع شعر. الولد حاول يقلع الشعر من العربية لكنه ما قدرش يشيله كله مهما حاول. وفي مرة المدير كان بيعمل مقابلات شغل للناس، فجأة راجل دخل ركل ورقة إعلان الوظيفة وقال إنه جاله حساسية من السمك اللي اشتراه من تشينلي وور. المدير قال له إحنا ما بنبيعش سمك من زمان. الراجل ما كانش مصدق إن السوبر ماركت ما بيبيعش سمك. المدير شرح له إن البيزنس كان واقع لدرجة إنهم وقفوا بيع السمك من بدري. الراجل قال إنه أكل سمك معلب من عندهم وطلب المدير يعوضه. المدير قال له روح للشركة المصنعة للسمك المعلب، هي المسؤولة. الراجل قرر يحل الموضوع بالعافية.